السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، وحشتوني جدا جدا. كل عام وانتم بخير. عيد الأضحى على الأبواب. أنا في قناتي العوض لكل ما هو مفيد بحاول أربط تغيير نمط الحياة أو تغيير اللايف ستايل بالحالة الصحية. إنك لو غيرت اللايف ستايل بتاع حياتك ممكن إنك ما تصابيش بالسكر، ولو أنت عندك السكر ممكن تعرفي تسيطري عليه بتغيير نمط الحياة. وكلمتكم قبل كده عن علاقة الهوايات بالصحة. زي مثلا عملت قبل كده الصابون الطبيعي، النهارده برضو هعمل لكم الصابون الطبيعي بما اننا داخلين على عيد الاضحى وهيبقى فيه دهن كتير، فممكن تاخدي الدهن كاحد مكونات الصابون الطبيعي. الهوايات دي لو انت بتعرفي تعملي الهوايه تعملي لنفسك. ده بيساعدك نفسيا، بيخليكي تحسي ان انت عملتي حاجه، وفرتي وعملتي حاجه بايدك. بيستهلك منك وقت ومجهود، فبيلهيكي عن انك تفكري في الاكل. يعني لو انت بتاكلي كميه كبيره، ممكن في الفطار مثلا تاكلي كميه قليله وتقولي انا بعد ما اخلص العمل الصابون انا ان شاء الله هاكل، بس هتلاقي نفسك على اخر النهار انت مبسوطه وما بتفكريش في الاكل. فوهمي نفسك انك انت يعني هتكملي بعد الهوايه اللي انت هتعمليها، الوقت اللي انت هتقضيه في الهوايه. هتلاقي نفسك بعد كده نسيتي موضوع انك سوري يعني بتفشي غلبك في الاكل، او ان انت بتسعدي نفسك بالاكل. فسعيدي نفسك بالهوايات. الهوايات كمان ممكن ان انت تجاملي صحابك، وده هيحسن علاقاتك بالناس. انا النهارده بعمل صابون للحاجه ملاك، حبيبتي الحاجه ملاك ربنا يديها الصحه والعافيه. يعني هي عندها حاجات الاكسباير بتاعها انتهى. زي زيت الزيتون، زي زبدة، زبدة فلاحي، زي الدهن اللي بيتخزن من سنة للسنة عشان عيد الأضحى وكده. هي عندها بقاله فترة كبيرة، فبدل ما كانت هترميه قلت لها هاتيه وانا هعمل لك بيه صابون طبيعي. الصابون الطبيعي يا جماعة بيحتاج أدوات سلامة، زي هنا النضارة الشفافة دي بنحطها على عينينا، زي الكمامة ده لازم عشان بخار الصودا الكاوية، زي الجوانتي. تمام. ايه اللي بنحتاجه بقى؟ ده ادوات السلام. ايه اللي بنحتاجه بقى في عمل الصابون الطبيعي؟ زي ما انتم شايفين كده في ميزان اهو. وبعدين كده هنا في الصودا الكاوية. الصودا الكاوية لو انت هتجيبيها من عند حد يعني زي ما تقولك حديثة، يبقى تاخدي الوزن اللي انا هقولك عليه بالظبط. لو انت هتجيبيها قديمه هتلاقيها كده لازقه ببعضيها وناشفه شويه، حسب الراجل اللي انت هتجيبي من عنده. انا هزود الكميه عشان خاطر بتبقى الفعاليه بتاعتها قلت. برضو بنحتاج الالوان المايكا. الوان المايكا دي بتجيبيها من وسط البلد. شارع مش عارفه نسيت اسم الشارع. وسط البلد. هو انت لو رحتي هناك وقلت الشارع اللي انا عايزه اجيب منه صابون او حاجه الصابون هيقولوا لك عليه. برضو العطور دي لو انت ما جبتيش معكيش امكانيه تجيبي ربع كيلو نص كيلو عطر من وسط البلد، اللي اسمه شارع الجيش يا جماعه، شارع الجيش. ممكن تجيبي ده من عند العطار. زي دي مثلا ريحه ليمون، الازازه بتحطيها على 2 كيلو صابون لو انت هتعملي 2 كيلو صابون. لو انت هتعملي كيلو بتقسمي الازازه نصين، دي عطور، ده عطر ليمون. طبعا بنحتاج حله استانلس اهي. حله استانلس عشان دي نعمل فيها الصابون، او حاجه بلاستيك. حله استانلس او حاجه بلاستيك. حاجه بلاستيك يا جماعه زي كده. يعني انا ده هدوب فيه الصودا عشان احطه على الزيوت. طبعا انا قلت لكم الميزان عشان بنوزن اهو. الميزان بنوزن فيه الزيوت. لو انتوا عايزين التفاصيل كاملة انا هنزلها لكم، بس اكتبوا لي في الكومنتات. انا وزنت الزيوت وهكتب لكم في الانبوكس الزيوت اللي احنا محتاجينها قد ايه، وزنتها في الحلة الستانلس دي. وبعد كده ان شاء الله هنحتاج مية مقطرة. خليكم معايا هوريكم المية المقطرة دي يا جماعة. المية المقطرة اهي. انا ساكنة في اكتوبر، فجبتها من ليلة القدر وانت داخلة على الحي ال 12 كده. دي كنت جايباها من فترة، فطبعا كان سعرها أرخص من كده، دلوقتي الأسعار غليت قوي. لو انت هتستخدمي الصابون على طول وهتوزعيه على حبايبك، ممكن تعمليه بمية الفلتر عادي أو مية الحنفية. لكن لو انت هتعملي كمية كبيرة لنفسك وتخزنيها، هاتي مية مقطرة. ليه؟ لأن المية الحنفية بتبقع في الصابون، لو قعدتيه مثلا أكتر من 6 شهور بتبقع في الصابون. لكن لو انت هتعمليه وتوزعيه،
يعني استهلاكك هيبقى على طول، وتوزعي لولادك او اخواتك او كده عادي. استعملي ميه الفلتر. رجعت لكم تاني يا جماعه اهو. هقول لكم المقادير بسرعه بسرعه. آه اللي عايزه تكتب ورايا تكتب، واعمله لكم برضو هقوله لكم في الانبوكس. 1100 زيت زيتون، يعني كيلو 100 جرام زيت زيتون. 295 دهن غنم. 395 زبدة. 65 زيت، 65 جرام زيت جوجوبا. زيت الجوجوبا ده هي كل الحاجات دي كانت جايباها الحاجة ملاك، وانا وزنتها عشان اعمل لها منها الصابون. هتحتاجي مية 932 جرام مية، سواء من الفلتر بقى لو انت هتستخدميه على طول، لو هتستخدمي الصابون على طول وتوزعيه على ولادك او اخواتك او حبايبك، يعني بالكتير يكفيكي شهر او شهرين تمام. لكن هو يقعد عندك بالسنه للسنه، يبقى جيبي ميه مقطره، يبقى 932 جرام ميه مقطره او ميه عاديه من الفلتر. الصودا هتجيبي 348 جرام صودا. لو انت هتستخدمي صودا يعني فريش او صودا حديثة الانتاج، خدي 348 جرام صودا. لو انت هتستخدمي صودا قديمة، انا هوريكي شكلها دلوقتي، حسب الراجل اللي انت هتشتري من عنده، بتشتريها من عند الصبانة او من شارع الجيش. 348 جرام صودا. لو انت هتستخدميها حديثة يبقى 348 جرام. لو انت هتستخدمي صودا قديمة، هوريكم شكل القديمة اهي. اهي يا جماعة، بتلاقيها كده مكتلة مكتلة. ديت بتبقى يعني لازم نزود الكمية شوية، فانا هخليها بدل 300 بدل 348 جرام خليهم 400 جرام، عشان القديمة بتبقى فعاليتها منخفضة شوية. تمام. انا هوزن الصودا وهدوبها وارجع لكم. رجعت لكم يا جماعة تاني اهو. وزننا الصودا، هنزلها من على الميزان اهو. بتكوني لابسه الكمامه والجوانتي، وتفضلي تقلبي كده، وبعدين بتسيبيها. بعد ما بتقلبي كويس بتسيبيها تبرد. رجعت لكم تاني يا جماعه اهو. بصوا الصودا اهي زي ما انتوا شايفين كده، يعني بتدوب اهي. يعني انا بحاول ان انا ايه، عشان الكاميرا لازم اكون قلع الجوانتي، فاهو. بتبقى اول ما بتبتدي تحطي الصودا على الميه بتلاقي لونها بقى عامل زي اللبن، وبعد كده مع الذوبان بتلاقيها ابتدت تبقى ايه، صافيه تانية اهي زي ما انتوا شايفين كده. هرجع لكم تاني بعد ما ان شاء الله الصودا تبرد واحط الصودا على الصابون. رجعت لكم تاني يا جماعه. على بال ما الصودا تبرد، طبعا بنحتاج قوالب عشان يعني نصب الصابون فيها. دي قوالب سيليكون، يعني كنت شاريها زمان، اكيد سعرها ارخص من دلوقتي، الدنيا غليت دلوقتي. اللي ما عندهاش قوالب سيليكون يا جماعه، اي صندوق مربع عندها او اي كرتونه، يعني بصوا دي، بصوا دي قد ايه من هنا كده، الطول بتاعها قد ايه. بتفرشي فيها اي كيس بلاستيك زي كده، بتقصيه وتفرشي كده. طبعا انت هتقصيه وتهندميه، وطبعا هو هنا كده في شكل اللي هو مكان البيض، فممكن انت لما بعد ما تصبيه، طبعا هو يعني بعد ما تصبيه وتاني يوم بتقومي مقسماه بالسكينه